خروجتنا النهارده هتبقى يا جماعة في قصر الأمير محمد علي في المنيل. اللي ما يعرفش مين سمو الأمير محمد علي، هو ابن الخديوي عباس حلمي، مسك ولي عهد مصر 3 مرات. هندخل القصر هتلاقي 3 سرايات. أول حاجة السرايا الأمامية، بعديها سرايا الاستقبال، ثم سرايا العرش. سرايا العرش دي بقى قصة وحدوتة وديكورات سرايا العرش بقى، والراجل كان ولي العهد. في حاجة كمان في القصر ده، ده في كمان مسجد ومتحف وبرج الساعة، ده اللي كوم تاني خالص بقى. برج الساعة ده أول ما تشوفه هتسرح بقى بخيالك، هيجي لك بقى كل أفلام الرعب على أفلام الأكشن وأنت بتشوفه بقى بص كل الأفلام هتيجي في دماغك. تخرج من الأكشن بقى والرعب ده على الجناين، على الجمال، على الراحة، على الريحة والمناظر الحلوة. طب تخيلوا بقى إن مين اللي صمم وعمل كل ده؟ واحد هيقول لي اكيد طبعا الايام بتاعه الخديوي دي كان فيها ناس طليان وفرنسويين في مصر، اكيد فنان من الفنانين الكبار. ده اقول لك لا يا سيدي، اللي عمل ده لا كان مهندس انجليزي ولا فنان طلياني ولا فرنساوي، ده كان مقاول مصري اسمه المعلم محمد عفيفي. المعلم محمد عفيفي معلم مقاول مصري زي ما بقول لكم كده. هتلاقوا اسمه منقوش على اللوحه في مدخل القصر، اقروها، بس لو طلعت صح هتقولوا عندك حق ابو المكان. طيب نروح ازاي بقى قصر الامير محمد علي؟ نركب اي حاجه للتحرير، ومن التحرير اي مواصله في اتجاه القصر العيني تقوم منزلنا على الكورنيش، تقول له نزلني مانيا للروضه، نعدي كوبري صغير كده نبقى قدام القصر.